في الطبق واقوم مغطيه الوش. فلما بتعرق بقى على بعضها بتطرى، انما لو هي في فرن الغاز ما بتحتاجيش تعملي الخطوه دي، بتلمهم كده على بعض وخلاص. مش مهم تغطيها يعني او كده. وعندي الصاج اللي هو الاسمر، اللي هو بتاع قولوا معايا بتاع البوتاجاز ده، اللي هو بيجي مع اي بوتاجاز. سويت عليه صاج، بصراحه طلع مش حلو، ما عجبنيش خالص. حاسه ان هي لهفتها من تحت، ومن فوق كانت مبيضه شويه. بص يا ولاد، هنا بقى المفاجاه. ابو مهاب يا رب يبارك له في صحته ويخليه. وقفت قلت له تعالى اعمل كذا كذا، وقف بقى فرد الفطرتين. ربنا يديله الصحه يا رب. وسويتهم هما الاول، علشان طبعا العيال زي ما قلت لكم كانوا جعانين وكانوا مهتهتين. احنا نفتح بقى محل فطاطري يا ابو مهاب ونريح دماغنا. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله الفطيره طلعت تحفه تحفه، ولا ريحتها يا ولاد.